حياكم الله. طبعا هذا اللي نشاهده هو عبارة عن جنين، ولكن حديثنا عن هذا الغشاء اللي سموه الأطباء بالغشاء العاقل. طيب ليش أطلقوا عليه الأطباء اسم الغشاء العاقل؟ طبعا خلينا نتكلم عن هذا الكيس اللحمي اللي يجي والطفل يكون داخل هذا الكيس. بعض من الدول مثل دول بلاد الشام يسمى بالخلاص، أو ببعض الدول يسمى بالبشيمة، وبعض من الناس يسميه بالبرقع، إنه يجي الولد بداخل هذا الكيس. طبعا هاي التسميات المحلية أو التسميات العامة لهذا الكيس، ولكن الأطباء أطلقوا عليه اسم الغشاء العاقل. طيب شو السبب أطلقوا عليه هذا الاسم؟ طبعا بعد بحوث علمية وبعد دراسات استمرت ما يقارب 25 سنة، اكتشفوا أنه هذا الكيس يقوم بمهام ويعمل مهام تعجز عنها أذكياء الأرض. قد بهاي الدنيا وش قد سمعنا عن مفكرين وعن فلاسفة وعن مخترعين وعن أساطير. تعجز هاي الناس ويعجز أكبر دماغ بشري أنه يقدر يقوم بهاي العملية. نرجع إلى موضوع ليش أطلقوا عليه تسمية الغشاء العاقل، لأنه هذا بالفعل يقوم بمهام عظيمة جدا والعظمة لله. هذا يحجب دم الجنين عن دم الأم. طبعا من بديهيات الطب أنه أي شخص ياخذ زمرة دم أو ينتقل له دم من غير زمرة دمه يموت بانحلال الدم مباشرة. فهذا الكيس سبحان الله تعالى يحجب دم الأم عن دم الجنين علشان ما يختلط، وأيضا يقوم بأخذ الأكسجين والسكر. فتخيلوا يأخذ الأكسجين والسكر من دم الأم يضعه بدم الجنين. معجزة ربانية ومعجزة علمية بالفعل. لهذا السبب الطب أطلق عليه اسم الغشاء العاقل، لأنه لو ترك هذا الطفل للعقل البشري لمات هذا الطفل بخلال ثواني معدودة. فسبحان الله العظيم.